السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. بصوا بقى يا حبايبي، الفيديو بتاع النهارده بصوا ده السحور بتاع ليلة رمضان، وكمان الفطار بتاع اول يوم رمضان. عملت لكم كده الفيديوهين مع بعض، يعني في فيديو واحد، السحور والفطار. اتمنى بقى ان تشوفوا الفيديو كده ويعجبكم. متنسوش بقى تحطوا لايك كده حلو زيكم، وتكتبوا لي تعليق، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. بصوا يا حبايبي، أنا اول حاجة هحضر السحور. ده زي ما قلت لكم سحور بتاع ليلة رمضان. دي حاجة السحور كلها اللي هعملها. يعني انا رحت بقى بالشنطة كده عند التلاجة، ولميت ايه كل الحاجات اللي محتاجاها للسحور، يعني عشان كل حاجة تبقى قدامي ما انساش حاجة. جبت الجبنة بقى البيضة والجبنة الرومي والبيض والبطاطس، وجبت البتنجان. بص، اول حاجة غسلت دي بتنجانة رومي، غسلتها وحطيتها على النار عشان تتشوي على العين البوتاجاز من فوق. ما بحبش بصراحة البتنجان مشوي في الفرن، بحبه على العين من فوق. بحس واخد طعم تدخينة كده، وبيبقى طعمه حلو قوي. هعمله ايه بقى؟ بابا غنوج. حطيت بقى البتنجان زي ما قلت لكم كده تتشوي قبل ما اقطع البطاطس. دي بطاطس هحمرها، بحب البطاطس المحمرة جدا في السحور مع السلطة. انا حاطه بقى الزيت على النار قبل ما اقطع البطاطس كده واقشرها، يعني يكون ايه الزيت سخن. بحط الحاجه ايه اللي بتاخد وقت الاول على النار، يعني باخدهم بالترتيب كده. الحاجه اللي هعملها الاول على النار، وبعدين الجبن بقى والحاجات دي سهله يعني على طول. قشرت بقى البطاطس كده زي ما انتم شايفين، وهقطعها دلوقتي. هقطعها بقى صوابع كده. ديت البطاطس اللي القشره بتاعتها لونها اصفر فاتح كده من بره، دي للتحمير جميله قوي. هي موجوده دلوقتي وسعرها مش غالي، تقريبا ب8 جنيه ب10 حاجه زي كده. البيض بقى كنت نسيت احطه، هغسله دلوقتي كده. طبعا لازم نغسله الاول قبل ما نحطه في ميه. نغسله كده من بره ونروح حاطينه في ميه ونحطه يتسلق على النار. كنت عامله بس 3 بيضات اهم شايفين. عملت 3 بس عشان يعني السحور كان حاجات كتير، فايه عشان ما يفيدش يعني. لان البيض لو قعد فاض منه قعد محدش بياكله خلاص، ما بيتاكلش الا هو طازه كده لسه معمول. البطاطس اهي قطعتها، احطها بقى ايه على النار تتحمر. وعملت كمان معاها سلطه بس بنتي اللي عملتها بقى. او شايفين، هنحضر بقى مع بعض فطار حلو قوي. كان فطار اول يوم رمضان النهارده، وانا بسجل لكم الصوت يعني على الفيديو. ده تاني يوم رمضان الفطار ده، والسحور بتاع كان اول يوم يعني. النهارده بقى كان فايض محشي اللي كنت عاملاه البتنجان والكوسه والحاجات دي فاض منه. وكان فايض برضو ممبار، عملت يدوق جنبيهم شويه ورق عنب وخلاص. طبعا معروف تاني يوم رمضان بيبقى ايه بواقي الفطار بتاع اول يوم. بصوا بقى يا حبايبي، البتنجانه كانت استوت يعني. انا بحطها على النار من فوق، وبفضل اقلبها كده على كل جنب شويه لحد ما بتستوي كلها. اول ما بتستوي لازم تقشروها على طول، لان لو سبتوها تبرد القشر ده هيلزق في البتنجان، يعني في اللحم بتاعه، ومش هيطلع خالص. لازم اول ما تطلعوه من على النار كده تبتدوا تقشروه. وطبعا بيبقى سخن يعني، ومش عارفه امسكه كده، بس تقشيره بيكون سهل. بصوا اتقشرت بكل سهوله ازاي. خلاص كده هو اتقشرتها. هنقلها بقى في طبق نضيف، ونبتدي نحط عليه المكونات بتاعه البابا غنوج. هو طريقته سهله خالص، بس بجد بيكون حلو جدا. جربوا الباذنجان بقى تشويه كده على النار من فوق، بجد فرق كبير بينه وبين اللي بيكون معمول في الفرن. انا جربت ده وده. جربت اللي في الفرن ده مره واحده بس ما عجبنيش. بحب بصراحه اللي بتشوي على النار. حطيته بقى في طبق نضيف. هبتدي دلوقتي بقى اضيف له بصوا ده فلفل حار. طبعا لو مش بتحبوا الحاجه سبايسي حطوا فلفل بارد.
بس لازما فلفل يعني بيديله طعم حلو. انا حطيت 2 فلفل حار لان احنا بنحبه سبايسي، وهحط كمان فص توم وفص واحد بس، لو انتوا بتحبوا التوم اكتر من كده حطوا. اهو بصوا هو فص واحد اللي حطيته. وهحط كمان طحينة معلقة كبيرة كده تكون مليانة، معلقة كبيرة اهي طحينة، بصوا مليانة ازاي. وهحط بقى ملح وشوية كمون، بس هي دي التوابل اللي بتتحط له، ملح وكمون، مش بيتحط له توابل تاني. وهحط زيت وخل بقى، زيت وشوية خل وبس كده. وابتدي بقى اضربه بالهاند بلندر، او لو خلاط بقى عندكم اي حاجة، كبة اي حاجة متاحة. دلوقتي بقى هعمل الفول. حطيت معلقة كبيرة كده سمنة بلدي، ده فول عادي يعني فول بالسمنة كده، ما معلوش اي اضافات. حطيت معلقة كبيرة سمنة بلدي، وحطيت كيس الفول، وهحط شوية ملح وشوية مية واحطهم يسخنوا على النار. هنعمل طرق فول كتير مع بعض ان شاء الله، يعني ايه ننوع كده طول رمضان. حطيت ملح وحطيت له بقى شوية مية، وحطيته على النار بقى يسخن يعني. الفول طبعا بيبقى تقيل، لازم نضيف له شوية مية. دلوقتي بقى ايه، طبعا البطاطس على النار بتتحمر، والفول كمان بيسخن، والبيض بيتسلق. ابتدي بقى ايه افضي الجبن دلوقتي. ديت جبنه رودس اللي هي الجولد، دي جبنه طبيعي بجد طعمها تحفه، طعمها قريب قوي للجبنه المثلثات اللي هي البرزيدون. انا بحبها قوي البرزيدون، دي اقرب طعم ليها الجبنه دي. الرودس اللي هي الجولد ديت بتكون بلبن طبيعي، مش زي الحاجات التانية يعني الجبنه اللي هي العاديه ديت، لا دي لبن طبيعي. بس فضيتها بقى في العلبة، وفضيت كده شوية في طبق اللي هناكلهم، والباقي فضيته في علبة، يعني بحب كده اشيلها في العلبة في التلاجة. بجد طعمها حلو اوي الجبنة دي، جربوها تعجبكم جدا. بس فضيت بقى حتة كده في الطبق على قد ما هناكل، يعني انا بحبها مع البيض قوي، اعملها سندوتش كده هي والبيض مع بعض، بيكون طعمهم تحفة هما الاتنين قوي مع بعض. بس وجايبة كمان جبنة رومي، جايبة كمان جبنة رومي افضيها دلوقتي برضو في العلبة، اخد منها كام قطعة كده، والباقي اسيبه في العلبة. هاخد بس كام واحدة، دي كان ربع جبنة رومي، انا بحبها جدا في السحور. اه حطيت كده كام شريحة، وبرضو هشيل الباقي في التلاجة. هفضي بقى دلوقتي البابا غنوج، كنت عملته بالهاند بلندر، يعني شايفين بقى ناعم وشكله حلو قوي، وطعمه كان جميل. ودلوقتي هفضي الفول، كان سخن، بصوا كنت ضايفاله شويه ميه زي ما قلت لكم، قوامه بقى حلو ازاي. والسمنه البلدي مدياله طعم تحفه، انا بحب الفول بالسمنه البلدي قوي. عملت كمان البيض اهو قشرته، والبطاطس كانت احمرت، بص شايفين لونها قمر ازاي، ديت بطاطس تحمير. حطيت لها بقى توابل البطاطس اللي هي كنوز، دي بحب التوابل دي اوي، اسمها كنوز مش كنور، لا كنوز. لونها احمر كده التوابل، بجد بتدي البطاطس طعم جميل. رشيت بقى شويه كده على البطاطس بس. والسلطه اهيت اللي قلت لكم عملناها. وكنت شاريه من المطعم البطاطس اللي هي البني، بنتي كان نفسها فيها يعني، فقلت اجيب، هي جبت بس ب10 جنيه، 4 قطع كده، هما كانوا 5، هي كلت واحدة يعني. بس كده، وده يا حبايبي السحور بتاعنا. والعيش طبعا انا عندي عيش اللي هو البيتي الكبير ده، آه، قمرته يعني وقطعته مثلثات كده زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا العيش البيتي ده جميل. وتحت بقى العيش الشامي اللي هو الابيض ده. وبس كده يا حبايبي، ده كده السحور. الكنافة دي كلناها بعد السحور بقى. دي كنافة اللي هي اليدوي اللي بتتعمل اليدوي ديت اللي بيعملوها في الفرن اليدوي، مش الآلي. بقلبها كده بمعلقتين سمنة يعني شوية سكر وخلاص. ده بقى كان أول يوم رمضان. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي الفطار. بصوا حبايبي، انا كنت عامله طبعا الصلصه معاكم في التفريزات
بتاعه رمضان. كنت قايله لكم يعني ان انا مفرزه صلصه صلصه للمحشي وصلصه للطبيخ. دي صلصه محشي، طلعت كيس كده. هتيجي بقى ايه عشان دلوقتي اعمل الخلطه بتاعه المحشي. الاسدال اهو اللي انا كنت جايباه وقلت لكم ان شاء الله البسه في رمضان، بجد قمر. شكله حلو قوي في اللبس، جميل قوي، وخامته خفيفه كده وحلوه. خامته اللي هي اسمها فسكوز. بص يا حبيبي بقى، فضيت كيس الصلصه كده. هحطه بقى دلوقتي يسخن على النار. احنا كنا مقطعين الخضره، هحط يسخن على النار قبل ما ايه مغسل الرز. انا كنت مطلعاه من بالليل عشان يفك كده، يعني كنت مجهزه الحاجات اللي هعملها كلها، مطلعاه من بالليل من الفريزر. ودي ميه، انا هعمل فرخه مشويه. الميه دي بحطها تحت الفرخه، وكل بقى ايه الحاجات اللي بتنزل من الفراخ بتنزل في الميه ديت. بجد بتكون حلوه قوي، احلى من الشوربه بكتير. بصوا جربوها كده واعملوا بيها الاكل، والله طعمها تحفه. احلى من الشوربه اللي مثلا بنكون سالقين فيها الفراخ بكتير جدا. بصوا ميه عادي، واحط فيها ملح فلفل اسود وشويه بهارات مشكله، واحط واحده ماجي اللي هي مرقه الدجاج، وكيس اجينو بس. وبحط بقى الحله دي تحت الفراخ اللي بتتشوي. الحاجات بقى البهاريز اللي بتنزل من الفراخ دي كلها بتنزل في الميه ديت، والله بتكون حلوه قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. طبعا عايزين تعملوا فراخ مشويه ومش عارفين بقى الاكل تسووه بايه، فجربوا بقى ايه الحركه دي. طبعا دي بتكون شوربه بقى بنسقي بيها المحشي بقى، وعملت بيها الرقاق، وعملت بيها كل حاجه. والاكل والله ما شاء الله كان جميل جدا. اه حطيت اهو كيس اجينو، وهحط كمان مكعب مرق. بس كده. احطها بقى في الفرن. دي في الفرن على الصاجة تحت، والفرخة فوقيها على الشبكة. الفرخة هي كنا طبعا بنتي كانت عاملة معايا كل التتبيلات بتاعة الفراخ ديت في الفيديوهات قبل رمضان بتاعة تفريز الفراخ. كانت متبلاها بقى، كنا طبعا غسلنا الاول ومتبلينها ببصلايه وملح وفلفل، وقعدت من بالليل للصبح يعني في البصل والملح والفلفل دي، وتاني يوم بقى تبلناها. ديت بقى يا حبايبي خلطة المحشي. هحط برضو مكعب مرق وكيس الاجينو، وحطيت بقى ملح فلفل كمون شوية بهارات مشكلة بس. ونزلت بقى بالرز دي يعني على الصلصة. وبعديه الخضرة يعني بحط شبت وكزبرة بس كده. وقلبت بقى، والخلطة كده كانت جاهزة معانا. الطبق ده بقى هنقص فيه شوية عشان الممبار، لان لما بعمل الممبار مش بحطه كده على الخلطة كلها، باخد جزء كده منها واحشي عوزت تاني اخد، عشان الصلصة الرز يعني ما يتبهدلش من الممبار وكده. او باخد جزء كده احشي الممبار، خلصوا بقى وعوزت تاني بروح واخده شوية. ده بقى بصوا حبايبي البلح، كنا بلينه من بالليل. طبعا ده بلح وقمر الدين ومية، وسبته من بالليل كده بعد السحور لحد الصبح اهو. دلوقتي بقى احط له السكر واقلبه واحطه في التلاجة عشان يسقع. وده كيس مانجا كنت مطلعاه من الفريزر برضو فك خالص اهو. هضربه دلوقتي عشان اول حاجة العصير كده ايه احطها في التلاجة، يعني عشان ايه عبال ما اخلص يعني الفطار وكده يكون سقع، لان عصير طبعا لازم أن يبقى ساقع. ده بقى الدورق اللي كنت شارياه جديد وموريهولكوا في المشتريات، بجد شكله حلو قوي. ده كان ب80 جنيه، وكان فيه معاه كوبايتين كان ب100. هحط بقى كيس المانجا كده والسكر وبس كده واضربه. طبعا المانجا دي انا بعشقها، احلى عصير في رمضان، هي والبلح اللي هو الخشاف طبعا. بس هحط بقى سكر دلوقتي و... وايه واضربه وبس، واروح حطاهم بقى يسقعوا. وطبعا كالعادة كالعادة زي كل سنة المغرب جدا وانا لسه في المطبخ زي كل سنة. كان نفسي اخلص النهاردة، الحمد لله خلصت بدري. يعني قعدت وايه المدفع خلاص هيضرب كده، كنت قاعدة يعني.
لكن امبارح المغرب كان بيدن وكان لسه الرواق وشه بيحمر، وكنت بحمر الممبار كالعادة كعادتي يعني، مش حاجة جديدة عندي. انا المشكلة بصحى متأخر، صحيت متأخر كان الساعة 3، وطبعا من 3 للمغرب عملت كل الاكل ده يعني، فما لحقتش بقى للاسف. قلت بعد كده اما يكون اعمل محشي هجهزه قبلها من بالليل. بزعل بصراحة جدا من المغرب جدا كده وانا كنت لسه في المطبخ. بص بقى يا حبيبي، اعبي دلوقتي البمبار، انا حاطه وانا بعبيه كده، حاطه الميه بتاعته اللي هسلقه فيها، حاطه الميه فيها بقى شويه ملح وفلفل اسود وشويه شطه، لان انا في الخلط مش بحط شطه، بحط كده على وش المحشي مثلا، او في الميه مثلا اللي هسلق فيها الممبار. حاطه بقى ملح فلفل شويه شطه وكيس اجينو. بس قبل ما حشيته كده يعني كانت الميه غليت. الرز بص يكون طبقة رفيعة خالص، لان لو مليتوه هيفرقع وهو بيتسلق. لازم تكون طبقة رز رفيعة كده خالص، لان الرز طبعا ني، فلما بنحطه على النار بيستوي يعني بيكتر. ابص شايفين كان الممبار رفيع ازاي كده، كنت عملت اهو خلصت الممبار كله يعني. بس واحطه بقى على النار دلوقتي في المية طبعا بعد ما تغلي، وفيها الاضافات اللي قلتلكوا عليها. طبعا بيتحط على النار بيكتر بقى غير كده. دي بقى يا حبايبي لحمة الشرايح كده اللي هي بتتعمل بفتيك دي او سكالوب، اللي هي الرفيعة خالص دي انا هحطها تحت ورق العنب. اما دول كانوا حوالي 5 قطع كده، هشوحهم بقى دلوقتي كده على النار واحطهم في الحلة من تحت عشان احط فوقهم الورق العنب. بصوا حبيبي معلش الحاجة بس بتيجي غامقة كده معرفش ليه، من بعيد يعني الحاجة بتبان ان هي غامقة، لكن هي اللحمة كان لونها جميل. انا حطيت حوالي نص معلقة سمنة وشوية زيت صغيرين، وحطيت اللحمة فيهم، اللحمة اتشوحت حطيت لها ملح وفلفل، ورحت حطها في الحلة. ده بقى المحشي البتنجان والحاجات، كانت بنتي يعني وهي قاعدة في الارض كده عبيتهم. انا قلت لها اقعدي انتي عبلي المحشي كده عبال ما انا اخلص الحاجات اللي بعملها يعني وانا واقفة دي. كنت عبت خلاص المحشي. بس كنت مستنيه الورق عنب بقى عشان احط المحشي كله على النار مع بعضه. دلوقتي هعمل الكنافة عشان احطها في الفرن تستوي كده، وهي الفرخة يعني بتستوي في الفرن، فقلت اعمل الكنافة بالمرة واحطها مع الفرخ. ابتدي الكنافة اخدها كده اقطعها، يعني طبعا متلجة الكنافة لازم أن تكون في الفريزر عشان تدعكوها بايديك وتبقى مفرومة كده يعني، بتكون قطع صغيرة خالص عشان تطلع حلوة يعني زي اللي بنشتريها من بره. كانت صينية كنافة، بصوا عالمية. انا اول مرة في حياتي اعمل كنافة وتعجبني قوي كده، يعني انا الحمد لله بعملها حلو، بس المرة دي بجد كان طعمها تحفة، بجد كان طعمها حلو قوي. بصوا اخد الكنافة وافركها بايدي كده عشان تبقى ناعمة خالص. هي طبعا بتبقى ساقعة، انا ايدي بقت حمرا ووجعتني قوي من الفرك كده وهي متلجة. بس لازما وهي متلجة كده، لان لو صبحة مش هتتفرك كده. معلش بقى لازما نستحمل شوية عشان الحاجة تطلع حلوة. بص ايدي ما كنتش عارفة اعمل، خلاص كانت ايدي وجعتني، بس كنت مستعجلة بقى مفيش وقت، لازما اعملها. بس كنت انفض ايدي شوية وقعد شوية كده وارجع اعمل تاني. بص شايفين، بصوا ايدي بقت حمرا ازاي من الكنافة كانت متلجة لسه مطلعاها من الفريزر. طبعا الصينيه اللي انا بعملها مش باخد النص كيلو كله. يا حبيبي بص، ممكن بدل ما تعملوها على ايديكوا كده تحطوها في الكبه وتفرموها يعني، برضو بتديكوا نفس النتيجه نفس النعوميه دي. الصينيه بقى انا مش بعمل النص كله، بشيل منه يعني، بص بعمل حوالي ربع وتمن كده،
على الصينيه، لان انا مش بحب سمكها يكون تخين قوي. او كده خلاص يا حبيبي، خدت الكميه اللي انا عايزاها هي. هبتدي دلوقتي بقى، بصوا شايفين، بصوا بقت ناعمه ازاي. هبتدي دلوقتي اضيف لها معلقتين سكر بودره، بصوا معلقتين كبار كده، واقلب. لازم السكر البودره ده، لان لو عملتها من غيره اما تيجوا تقطعوا تحسوا ان الكنافه مفتفته، لكن لو تحطوا السكر بودره الكنافه بتكون متماسكه كده وحلوه. فلازم بقى تحطوا معلقتين السكر. قلبتها اهو كويس. دلوقتي هضيف بقى السمنه ديت، سمنه بلدي على سمنه اللي هي العاديه. بصوا فضلت بقى افرك في الكنافه كده بالسمنه، فحسيت ان هي لسه عايزه شويه، فروحت حاطه لها شويه كمان. خلاص كده كانت ظبطت وحلوه. بس واقلب بقى السمنه كده، دعكها حلو بالكنافه، قصدي بالسمنه، لحد ما تتشربها كلها. الكنافه بتاعتنا كده تطلع حلوه قوي. بص هجيب بقى صينيه حاطه فيها معلقه كبيره او معلقتين سمنه كده من تحت، وابتدي احط الكنافه. نحط الكنافه ولازم نضغط عليها حلو قوي. بصوا نضغط عليها بايدينا كده حلو، عشان الكنافه بتاعتنا تطلع ناعمه كده وشكلها جميل كده من تحت. بص احط واضغط كده كويس، وهحط بقى عليها في النص. انا هعملها اللي هي بالمكسرات والجوز الهند والزبيب، اللي هي محشيه دي احنا بنحبها قوي كده. وان شاء الله في مره برضو اعملها معاكم اللي هي محشيه كريمه. اهو حطيت بقى كده من النص يعني الزبيب وجوز هند والمكسرات، بس نعملهم ميكس كده على بعض. واحط بقى بقيه الكنافه، احط بقيه الكنافه وبرضو اضغط عليها حلوه قوي لحد ما يكون السطح بتاعها يعني ناعم كده كله، مفيش مثلا حته طالعه وحته نازله، لا كله متساوي كده وشكله حلو. شايفين؟ ممكن كمان تحطوا طبق وتضغطوا بيه. بس هحط بقى عليها معلقتين سمنه كده من على الوش برضو. هي معروف الكنافه بتاخد سمنه كتير عشان تكون حلوه. احط معلقتين سمنه على الوش وبس، وادخلها بقى الفرن دلوقتي. بعد ما تحمر من تحت بولع عليها الشوايه. طبعا اول ما بتطلع بقى بنحط لها الشربات. دي كانت قطايف كنت جايباها بالليل، يعني بالليل وانا في السحور كده قبلها بيوم. وايه وحطيت لها يعني الحشوه وقفلتها، لان لو قعدت طبعا هتبوظ ما ينفعش. فبقى دلوقتي بقى احمرها. وده كمان الممبار كان استوى. بص شايفين بقى شكله قمر ازاي. دلوقتي بقى هحمره كمان على النار. كان طبعا بنحط فيه المعلقه بنلاقيه بيتقطع كده، بنعرف ان هو استوى. بس كده بقى واقف على التحمير وخلاص. وديت القطايف اهي كنت عملتها وحطيتها في الشربات. بص شكلها عامل ازاي، لونها ذهبي بقى وكان طعمها حلو قوي. ده يا حبيبي اهو الورق العنب بقى. كنا لفيناه، حطيت عليه بقى على الوش كيس ارجينو وشويه شطه ونص ليمونه. انا بحب الورق العنب مزز قوي. حطيت نص ليمونه وحطيت له بقى الشوربه وحطيته يستوي، والممبار كمان كان بيتحمر. ودي الكنافه اهي كانت طلعت. حطيت لها بقى الشربات اللي في الطبق ده كان القطايف، كنت حاطه لي القطايف يعني، وفات شويه حطيتهم كده وكملت بقى من اللي في الازازه. بجد كانت تحفه، جربوها ان شاء الله. وطبعا اهم حاجه نوع السمنه يكون حلو، بيفرق جدا في طعم الكنافه. بس جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا، بجد كان طعمها تحفه. هي بصوا باينه هنا غامقه، هي لونها ذهبي كده، لونها حلو قوي. بس هي الاضاءه عندي في المطبخ مش حلوه يعني، مش قد كده. فمش الحاجه بتبان من بعيده كده ان هي غامقه، لكن هي لونها ذهبي. هتبان كمان وانا بقطعها. دلوقتي بقى هعمل الرقاق ده، كده كان اخر حاجه هعملها. الرقاق بقى وخلاص بقى ونغرف. طبعا الصينيه انا حطيتها على النار. نشفت يعني، ما بقاش يعني، انا كنت غسلها حطيتها على النار نشفت. طبعا ما ينفعش يكون فيها اي نقطه ميه. ورحت حاطه معلقتين سمنه كبار ودعكتهم حلو بقى في الصينيه. الرقاق برضو اهم حاجه فيه السمنه.
بتكتري له سمنه كده يبقى جميل قوي، عامل زي الفطير. حطيت بقى من تحت معلقتين سمنه وقلبتهم كده في الصينيه حلو من تحت ومن الجناب. وابتدي بقى احط الرقاق بين كل طبقه وطبقه، برضو ادهن دهنه سمنه كده. ده رقاق طري اللي هو بنشيله في الفريزر. الرقاق الطري الشوربه بتاعته بتبقى سخنه قوي زي الناشف. الناشف لازم الشوربه تكون بتغلي، لكن الطري الشوربه تكون يعني هديت شويه، سخنه بس ما تكونش قوي يعني زي الناشف. اه بصوا بين كل طبقه وطبقه احط ايه مسحه سمنه كده. تحت بقى بحط 4 رقاقات، وبحط بعديها اللحمة، وفوق بحط 3. يعني الصينية كلها بحط لها 7 رقاقات، وبيكون سمكها حلو قوي. حطيت اهو 4، وحطيت بقى كيس اللحمة، طبعا ده كنت عاملاه معاكم في التفريزات بتاعت قبل رمضان. حطيت اهو كيس اللحمة. عفوا. حطيت اللحمة يا حبايبي، وابتدي افردها بقى حلو بالمعلقة. وكيس اللحمة الحمد لله جه على قد الصينية بالظبط. حطيت اللحمه، وابتدي بقى احط 3 رقات تاني من فوق، وبس كده الصينيه بتاعنا تكون جاهزه. لو عندكم لبن كمان حطوا شويه مع الشوربه، برضو بيديها طعم تحفه، بس انا بصراحه ما كانش عندي وما كانش في وقت بقى ابعت اشتري، فعملت بالشوربه كده وخلاص. صح يا حموجي؟ حموجي بيقول لكم من غير ما يعرف. بيشجعني. صح. انت عسوله. الشكر لله نور عين. حطيت اهو ده كده تاني طبقة، وهحط واحدة تاني وخلاص كده. وانا بعملها لكم كده كان خلاص فاضل 10 دقايق على المغرب. على طول انا متأخرة. صح يا محمد؟ مش احنا كنا بعد ما المغرب ادن؟ معلش. معلش يا محمد سامحني. بصوا بقى يا حبايبي، انا الرقاق بعمله يعني الطبقه اللي من تحت دي انا بعملها على النار من فوق، يدوب بحطه في الفرن بس وشه يحمر، لكن من تحت دي بحطها على النار. افضل اقلب في الصينيه بقى لحد ما كلها تحمر. طبعا برفع بمعلقه واشوف الاقيها خلاص احمرت كلها من تحت حلو، اروح مولعه على الشوايه بقى والشاي يحمر وخلاص كده. وده يا حبايبي شكل الاكل خلاص بعد ما غرفت. طبعا ما لحقتش بقى اقطع الرق ولا حاجه، كان زي ما قلت لكم المغرب ده، فقلت اقعد بقى جوه واقطع كده براحتي. ده الورق العنب، بس برضو معلش ما اعرفش الحاجه ليه طالعه غامقه كده. ده ورق العنب باللحمه اهو، وورا الفرخه والممبار والمحشي بقى والرقاق بتاعنا، معلش بقى مكانش فيه مخلل. وده العصير بقى، انا صبيت لنا بس كوبايه بلح يعني مش بيشربوه يعني، وصبينا بقى عصير مانجا. انا وعيالي بس اللي كنا بنفطر، جوزي يعني كان بيفطر في الشغل. ودي بقى الكنافه. بصوا شايفين لونها دهبي ازاي؟ بصوا من بعيد جايه غامقه، لكن هي كان لونها دهبي، كان لونها حلو قوي وتحفه بقى. من فوق مقرمشه كده شويه، ومن تحت طريه بقى من العسل. بجد كانت صينيه كنافه عالميه. حلوه. عجبتك صح؟ شاطر يا حمودي. انت دايما كده رافع من معنوياتي. صح. انت عسوله واموره. ابتدي بقى اقطعها كده دلوقتي واوريكوا شكلها. كان نفسي والله تدوقوا طعمها. من تاني يوم اهو الحيرة بقى بتاعت الاكل بدأت. هنعمل اكل ايه بكرة، وهنعمل حلويات ايه، وحيرة بقى كل يوم. ان شاء الله ما صورتش النهاردة الفطار، لان زي ما قلت لكم كان يعتبر بقيت فطار امبارح. الممبار ما كنتش حمرته كله، والبتنجان والكوسة والحاجات دي فض يعتبر يعني كلنا كام صباع منهم بس، وكان بحاله. يا دوبك عملت ربع ورق عنب تاني النهارده جنبيهم وخلاص. وطبعا الرقاق برضو كان موجود، عملت لحمه وعملت الورق العنب بس. فما صورتش بقى النهارده. باذن الله بكره اصور معاكم ان شاء الله. اصور بكره معاكم الفطار يعني واشوف بعمل حلو ايه وكده. بصوا بقى صينيه الكنافه القمر بتاعتنا دي.
واللي بقى رأيكم في الإسدال بتاعي، بجد شكله تحفة في اللبس جدا. بنتي والله قاسيته عجبها قوي، قالت لي بقى هاتيلي واحد. بس طبعا هو من العتبة، أنا لما رحت العتبة كانت زحمة جدا، ندمت اني رحت، بس كان في حاجات ضروري لازم اروح اشتريها، كانت زحمة قوي. دي بقى الحتة اللي فاضل كده دقتها بقى، بصوا انبهرت بطعمها. او شايفين شكلها يا حبيبي عامل ازاي؟ وكمان انا ما قلبتهاش، شايفين يعني وشها ناعم، ممكن كمان تقلبوها بيبقى من تحت كمان شكلها احلى من فوق. ودي القطايف اهي. وبس كده يكون يومنا خلص. اتمنى بقى ان الفيديو يا حبايبي يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واكتبوا لي بقى تعليق حلو زيكم. مع السلامة.